أهلا بيكم في حدوتة جديدة من حواديت هدى. قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتسمعونا ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب حواديت هدى وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قصصنا. ولو القصة عجبتكم دوسوا لايك وسيبوا رأيكم في كومنت وشيروا الحلقة مع اللي بيحبوا القصص الصوتية. النهاردة هحكي قصة للكاتبة سارة ياسر، براءة بعد فوات الأوان. يلا بينا نسمع القصة. بيقولوا إن الحقيقة زي الشمس، مفيش حد يقدر يمنع نورها للأبد. دي حكمة قديمة بنغنيها وقت الضيق، بس بتبقى تقيلة وموجعة لما الليل يطول وما يخلصش. أنا عبد الحميد عشت 20 سنة كاملة في ليل ملوش آخر. كان ليل ساقع مفيش فيه نجوم ومفيش فيه أمل. ليل اتظلمت فيه، أيوة اتظلمت بطريقة خلتني أشك في كلمة عدل نفسها. اتهمني فيه القريب قبل الغريب، اتهموني بحاجة ما عملتهاش أصلا. اتسرقت روحي قبل عمري واتسجنت لحد ما بقيت مش عارف ملامحي في مراية الزنزانة البهتة دي. 20 سنة كل يوم فيها كان بيحفر في قلبي جرح عميق ما بيلمش غير علشان يتفتح تاني يوم. وكل جرح كان بيفتح باب قاسي لدرس جديد عن طبيعة الناس وإزاي بيبيعوا زمامهم بكلمة أو بقرش، وعن النفس البشرية إزاي بتتآكل وتصمت في نفس الوقت، وعن الصبر، الهدوم اللي بنلبسها غصب عننا، وعن الحقيقة لما تتأخر وتتأخر وتتأخر لحد ما تفتكر إنها وهم، أو يمكن حكاية بتتحكي في زمن تاني. كنت خلاص هعلن استسلامي لليل اللي مش بيخلص ده، بس هي جت الحقيقة. ومش بس جت ومعها عاصفة من النار، عاصفة قوية ومزلزلة خلت كل اللي استخبى في الضلمة، كل خيط كذب وكل متواطئ يخرج غصب عنه للنور. القصة اللي هحكيها دلوقتي مش بس عن ظلم ولا عن جريمة ولا حتى عن براءة ضاعت، هي قصة إنسان اتكسر، اتفتت، عاش في رماد السجن وبعدين اتصلح واتجمع واتولد من جديد بجناحات من صبر محدش يعرفها غير اللي خرج من قاع الظلم. كنت وقتها راجل بسيط خالص، أستاذ تاريخ في مدرسة ثانوي، بلاقي متعتي في ريحة الكتب القديمة وتراب الأهرامات، عايش في هدوء في شقة صغيرة دافية في حي شعبي هادي. حياتي كانت مستقرة وروتينية، وده بالظبط اللي كنت بحبه. ومعايا حب عمري، ليلى. ليلى ما كانتش مجرد زوجة، دي كانت مركز كوني، كانت كل حاجة في حياتي. ضحكتها الرنانة اللي بتنور البيت، كلامها الحلو والحكيم، حتى ساعات زعلها قصيرة كانت بتدي طعم مختلف. كانت بتفهمني من غير ما اتكلم، تقرا عيني قبل ما بقي ينطق. وفي اليوم المشمس ده كانت ليلى لسه راجعة من السوق ووشها منور بفرحة مش ممكن انساها أبدا. ليلى دخلت البيت وهي بتضحك ومخبية حاجة ورا ظهرها. عبد الحميد، غمض عينيك بقى، أنا جبت لك حاجة هتعجبك قوي، حاجة كده تليق بمقام المؤرخ بتاعنا. خير يا ست البنات، شكلك عاملة مصيبة حلوة. وطلعت من شنطتها كتاب قديم ومتجلد بغلاف جلد سميك، كان عن الحضارة المصرية وعلم الآثار المفقودة. كانت عارفة حبي للتاريخ وشغفي بالتفاصيل المستخبية أكتر مني. طب عارف ليه اخترته؟ وده بالذات؟ عشان مجلد قديم مثلا وريحته حلوة؟
لا يا سيدي، انت دايما بتدور على الحقيقة المدفونة، واللي بيدور عليها لازم يعرف إنها ساعات بتستخبى في أماكن ضلمة ومطربة علشان ما تضيعش. ووقفت قدامي، وشها بقى جدي فجأة، وعينيها مليانة نظرة عميقة وكأنها بتنصحني لأول مرة. اوعى في يوم من الأيام يا عبد الحميد تسيب الحقيقة، اوعى تبيعها أو تتخلى عنها مهما حصل، هي أغلى حاجة عندنا يا عبد الحميد. ما كنتش أعرف إن الكلمات دي هتكون وصيتها ليا. اليوم ده كان آخر يوم أشوفها فيه عايشة، وأسمع صوتها الجميل بيملأ أركان بيتنا. وفي يوم رجعت البيت بعد كام ساعة من شغلي، كنت متأخر شوية، يعني تقريبا وقت العصر كده. ما لقيتش النور منور كالعادة، ولا ريحة القهوة اللي بتعملها لي بعد ما أرجع من شغلي. ودخلت بهدوء، وبعدين اتجمدت عند باب أوضة المعيشة. لقيتها مرمية على الأرض، مرمية جنب الكنبة، وجسمها كان متلج بشكل غريب، مفيش فيه أي حركة، وعينيها مغمضة في سلام وكأنها نايمة. بس أنا عرفت فورا إن النوم ده مش طبيعي. وفي إيديها كان في كوباية شاي صغيرة مكسورة، ومحتوياتها كلها على السجادة. صرخت، صرخت لدرجة إني حسيت إن صوتي انشق من جوا صدري. ما كانش صراخ راجل، ده كان صراخ روح بتتشال من جسمها. شلتها بين دراعاتي، كنت بناديها باسمها كتير وكتير، بس للأسف ما كانتش بترد. جت الدكتورة بتاعة الحي الهادية بعد الفحص السريع، قالت لي للأسف شكلها وفاة طبيعية، يعني تقريبا سكتة قلبية على الأغلب. استقبلت الكلمات كصدمة. إزاي؟ ليلى كانت زي الشعلة المنورة، ما بتطفيش كده. بس بعدها بساعتين بس، بعد ما العزا بدأ يتجمع في صمت حزين، وقفت عربية بوليس سودا قدام بابي. نزل منها ضابط ضخم وملامحه قاسية. انت عبد الحميد علي؟ احنا اسفين، بس وصلنا بلاغ خطير، لازم تيجي معانا. بخصوص ايه يا فندم؟ مراتي ماتت دلوقتي. عندنا دليل مبدئي بيشاور على انك ممكن تكون ورا مقتل مراتك. ايه ده؟ ايه الدنيا لفت بيا، بقت كل حاجة حواليا ضباب اسود. الكلام جه عليا زي رصاصة اخترقت هدوئي. أنا؟ أنت بتقول إيه؟ مستحيل، أنا لسه راجع من شغلي، أنا حبيتها أكتر من حياتي. بس مفيش حد كان عايز يسمع. القرار كان متاخد من بدري. شاهدين زور ظهروا فجأة، جيران ما كنتش بتبادل معاهم غير السلام. قالوا إني اتخانقت معاها بعنف قبل الحادثة بساعة وهددتها. تحريات مضروبة، بدأت تتكلم عن خلافات فلوس ووجود تأمين على الحياة. محامي متواطئ عينته ليا جهة غامضة، ما دافعش عني، بالعكس ده وداني في داهية، ساعد في تثبيت الشك والتهمة عليا. سلطة فوق القانون كانت بتتحرك في الضلمة علشان تدفع بيا ناحية الهاوية. وقفت قدام القاضي زي التمثال المصنوع من اليأس. القاضي أعلن الحكم كأنه قضاء وقدر، مش ممكن يتراجع. بناء على الأدلة والشهادات حكمت المحكمة بسجن المتهم عبد الحميد علي 20 سنة مع الأشغال الشقة بتهمة قتل زوجته ليلى عبد المجيد. رفعت الجلسة. في اللحظة دي حسيت إن صدري اتفرغ من كل الهوا، اتسحبت روحي من جسمي، وماتت جوايا كل حاجة حلوة. أول ما دخلت السجن كانت الريحة هي أول حاجة بتهاجمني، ريحة رطوبة ويأس ومنظفات رخيصة. وبعدين سمعت صوت الباب الحديد، باب تقيل وهو بيتقفل ورايا بمفتاح مصدي بيعمل صوت صرير قاسي. الصوت ده لحد النهاردة بعد السنين دي كلها بيوجع قلبي، وكأنه
صوت قفل تابوت قفل على جسمي الحي. في السجن كل واحد ليه لقب بيختاروا له، بس مش هو اللي بيختاره، اللي حواليه هم اللي بيلقبوا بيه. لقب بيعبر عن طبيعته أو جريمته أو حتى سخرية من ماضيه. زي مثلا الغول، كتلة عضلات وغضب. وفي النمس، سريع الحركة واللسان. وفي المشطة، محتال بيعرف يسرح بالكلام الكذب. وأنا كانوا بينادوني المعلم، مش احترام لمهنتي، لأ، دي كانت سخرية ساقعة، علشان أنا جاي من عالم النور والثقافة لعالم الضلمة. في أول ليلة في العنبر المليان، جه واحد ضخم لدرجة إنه سد الضوء اللي جاي من الشباك. كان إبراهيم الغول، وقف فوق راسي كأنه جبل. أنت الجديد اللي قتل مراته؟ آه، أنا عبد الحميد. اسمعني كويس يا معلم، هنا اللي ملوش ظهر قوي بيتاكل. حافظ على أكلك وسريرك، والأهم بقى حافظ على صمتك، ماشي؟ وسابني ومشي، وسايب وراه إحساس بالوحشية المطلقة. في الزنزانة المشتركة الضيقة دي كان في ولد ملامحه رقيقة قوي وجسمه رفيع، اسمه سعيد النمس. كان بيبتسم كتير ابتسامة عصبية ما توصلش لعينيه. ما تخافش يا أستاذ، إبراهيم الغول ده قشرة من بره، واللي يعيش هنا أسبوع يعيش عمر. السر يا باشا في التعود على اللاشيء. وضحك سعيد ضحكة باهتة، وأنا معرفتش أرد. كنت لسه بستوعب فكرة إن القفص ده هيكون بيتي ل20 سنة قدام. في السجن الليل كان ليه صوت تاني خالص غير صوت العالم اللي بره. صوت سلاسل السجانين وهم بيبصوا على الأبواب. صوت عياط مكتوم لحد بيندب حظه. صوت دعاء خافت من واحد تاني بيطلب الغفران. صوت ندم قاسي، وصوت ناس بتفقد إنسانيتها حتة حتة. وأنا كنت كل ليلة بدور على ليلى في خيالي. كنت بتكلم معاها بصوت هامس علشان محدش يسمعني. أنا ما قتلتكيش يا ليلى، أقسم بالله أنا بريء. وكل ليلة كنت بخترع صوتها جوايا علشان أحافظ على عقلي. أنا مصدقاك يا عبد الحميد، أنا عارفة قلبك، ما تستسلمش يا حبيبي، مش دي النهاية صدقني. الحوار الداخلي ده بقى هو وقودي الوحيد في الجحيم ده. عدت سنة، وبعدين سنة، وبعدين سنة. السنين الأولى كانت الأصعب. كنت عايش في حالة إنكار ورفض، بضرب راسي في الحيط، بصرخ جوايا وأنا بقول أنا مظلوم يا ناس، أنا مظلوم ما قتلتهاش. بس بعد 5 سنين بدأ التلج يتكون حوالين قلبي. بدأت أفهم قوانين السجن اللي مش مكتوبة. بدأت أعرف الزملاء، ناس متعذبة وناس مجرمة بالفطرة، وناس مظلومة زيي، ناس اتثابت علشان تدبل ورا الأسوار السجن. الغريب إني اكتشفت إن أكتر واحد علمني الصمود كان الغول. في يوم كنت قاعد لوحدي بقرا كتاب تاريخ متبهدل. الغول بصلي وقال بصوته الجهوري: انت لسه بتقول انك مظلوم صح؟ بعد 5 سنين لسه مصمم تقولها؟ انا كمان كنت مظلوم في قضيتي الاولى. دخلت بتهمة كذب علشان اغطي على ابن تاجر كبير. بس الظلم هنا يا معلم زي الطين، لو معرفتش تقف ثابت على رجلك، لو ما عملتش لنفسك درع، هيغرقك ويسحبك للقاع. خليك كده صلب زي الطوبة، وإلا صدقني هتتفتفت. ومن يومها بقت بينا صداقة غريبة، صداقة مبنية على اليأس المشترك، صداقة من الناحية الضلمة للحياة. كان بيحميني
وأنا كنت بقرا له شوية قصص بصوتي الهادي. وبعد 10 سنين كان التغيير بقى جذري. ما بقاش عبد الحميد المدرس الهادي موجود، مشاعري اتجردت، بقيت أهدى وأقل كلام. ما بقيتش أتعلق بأي حاجة، بقيت أسمع الأخبار عن العالم بره وكأني بسمع قصة خيالية ما تخصنيش. نسيت صوت الزغاريد والأفراح، ونسيت ريحة المطر على الأسفلت، مكالمة تليفون، حضن دافي. نسيت حتى ملامح وش الشاب. لما بصيت في مراية حلاقة صغيرة شفت راجل بشعر أبيض في بداياته، وعيونه مرهقة مليانة حفر السنين. كنت خلاص هعلن رسميا عن موتي النفسي، لحد ما جه المحقق يوسف. يوسف شاب في الثلاثينات، لابس بدلة بسيطة ونظيفة، عينه فيها صدق غريب، صدق ما بقيتش أشوفه في أي وش من زمان، من أيام ليلى. جه علشان يزورني بشكل مش متوقع. أستاذ عبد الحميد، لو تسمح لي، أنا محقق في إدارة الجرائم القديمة. إحنا فتحنا ملف قضيتك تاني، وفي حاجات مش مفهومة خالص. بصيت له وأنا بين الشعرة الأمل الهيشة والخوف من الإحباط الجديد. ما عرفتش أتكلم، يا دوب هزت راسي. أنا مؤمن إنك بريء يا أستاذ عبد الحميد، وقريت الملف أكتر من مرة، بس باين أوي إن في تلاعب واضح في الأدلة. أنا عايزة أساعدك على فكرة. الكلمة دي بريء، أول كلمة نور دخلت قلبي ودفتني بعد 10 سنين من التجمد. حسيت بدمعة حارقة بتتسحب من عيني اليمين. وبدأ يوسف يزورني كل أسبوع وساعات مرتين. ما كانش بيمل ولا بيتعب، بيجيب معاه أوراق قديمة، بيسأل أسئلة دقيقة حوالين يوم الحادثة بالظبط، بيقرأ محاضر النيابة والبوليس الأولية، وبيشتغل في صمت وعناد، كأنه بيركب قطع أحجبة متفرقة. في واحدة من الزيارات كان وش يوسف شاحب، بس عينيه بتلمع بانتصار مكتوم. في يوم جالي وهو ماسك ورق كتير في إيده وبيتصرف بعصبية لأول مرة من يوم ما عرفته. أستاذ عبد الحميد، صبرك ما راحش على الفاضي. لقينا تقرير الطب الشرعي الأصلي المكتوب بخط الإيد اللي كان المفروض يتلف، بس حد خباه في أرشيف قديم. اتجمدت في مكاني، وقفت عن التنفس لحظة، سندت على الحيطة ورايا خوفا من إني أقع، وقلبي بدأ يدق بشكل مش منتظم. وليلى، وليلى يا باشا ماتت إزاي؟ ليلى ماتت مسمومة، سم بطيء وقاتل ما بيسيبش أثر بسرعة، والأعراض في الأول كانت شبه السكتة القلبية. التقرير المزور هو اللي لغى فكرة السم، والسم ده ما بيتباعش غير بوصفة خاصة جدا أو عن طريق تاجر مخدرات كبير. واحد بس كان ليه مصلحة في غياب ليلى. مين؟ يوسف قرب مني أكتر وقال بصوت واطي: حسن المصري عبد الحميد. الاسم وقع عليا زي الرصاص. حسن المصري ده رجل أعمال ضخم وصاحب نفوذ وفلوس، كان بيطمع في ليلى من زمان، وكان بيلاحقها ويضايقها بعروضه السخيفة، بس عمرها ما اهتمت بيه. كانت بتحتقر فلوسه ونفوذه. كان عارف إن قتلي هيدمرها وقتلها هيبعدني. عبد الحميد، أنا حاسبة براءتك، بس لازم نصبر شوية كمان، لأن الراجل ده خطير جدا وممكن يتخلص مننا في أي لحظة. إحنا محتاجين دليل قاطع ما يتضربش تاني. وودعني يوسف وسايب ليا ورا نور خافت، نور الأمل في آخر النفق. 20 سنة بتكمل، وعدت السنين 10 التانية
أسرع من الأولى، بس كانت محملة بتقل الانتظار الموجع. كنت براقب نفسي، خايف يوسف يروح ضحية أو إنه يتراجع. بس بصراحة يوسف كان بطل صامت. بدأ يركز على إثبات التزوير. اكتشف إن الراجل اللي عمل الشهادة الزور الأولى اتعين في وظيفة حكومية كبيرة بأوامر مباشرة من شركة حسن المصري بعد شهور من محاكمتي. وفي ليلة من الليالي جه الغول زنزانتي واداني ورقة متنية. دي من سعيد النمس، طلع من السجن الأسبوع اللي فات، بيقول إن عنده معلومة خطيرة عن حسن المصري وهيديها المحقق بتاعك. قال إنك تستاهل تشوف الشمس تاني يا معلم. في اللحظة دي عرفت إن الأمل بقى حقيقة ملموسة. وبعد 20 سنة كاملة، 20 شتا و20 صيف و20,000 ليلة في الضلمة، اليوم المنتظر جه. يوسف جه السجن في صباح يوم مشمس. كان شكله مجهد، بس عينيه بتلمع لمعة المنتصر. النهاردة هو اليوم يا أستاذ عبد الحميد. هنتواجه في المحكمة العليا. كل الأدلة اللي جمعناها جاهزة وموثقة، والعد التنازلي بدأ. والأول مرة من 20 سنة مش هتلبس الزي البرتقاني تاني. ولبسني يوسف بدلة بسيطة كانت ضيقة شوية علشان أنا خسيت قوي، بس حسيت فيها بكرامتي بترجعلي. وخرجت بره الباب الحديد. قاعة المحكمة كانت مليانة ناس، القاضي بلبسه الأسود المخيف، والمحامين، وعيلة حسن المصري، الصحافة والفضوليين. الجلسة كانت زحمة قوي، وكنت أنا المحور، محور كل الأنظار. الراجل اللي قام من القبر. ووقف يوسف المحقق الشاب قدام الكل، بان قوي زي الصخرة، وقال: سيدي القاضي، أيها الحضور، عندنا أدلة جديدة وقاطعة بتثبت إن الحكم اللي صدر من 20 سنة كان مبني على تزوير متعمد. الأدلة دي بتقلب القضية رأساً على عقب. تقرير الطب الشرعي حقيقي اللي أثبت الوفاة بالسم، شهادة سعيد النمس اللي كشفت عن لقاءات سرية بين حسن المصري وضابط بوليس سابق متورط في تزوير التقارير، رسائل مشفرة بين حسن المصري وراجل مجهول. اتكشف بعدين إنه راجل بيبيع السموم النادرة، وتسجيل صوتي متسرب جابه يوسف بمساعدة النمس بيكشف بوضوح عن شراء السم وعن التخطيط اللي هو التخلص من الزوج بطريقة هادية، وشهادة موظف نيابة سابق دلوقتي على المعاش اللي اعترف بالتزوير تحت ضغط فلوس. وكل ورقة كان بيقراها يوسف كانت بتسحب نقطة دم من وش حسن المصري. حسن ما تملكش أعصابه، اتنرفز ووقف فجأة، وصوته كان عالي جدا وقلب هستيريا: دي مؤامرة، ده كذب، الراجل ده مجرم وقاتل، هو عايز ينتقم مني أنا. وأنا وقفت ببطء، بصيت في عين حسن المصري مباشرة، اتكلمت بصوت مكسور بس كان ثابت ومحمل بتقل: 20 سنة. أنا كنت بحب ليلى، كنت بحبها أكتر من نفسي. لو كنت أنت قاتل ما كنتش هستنى 20 سنة عشان أتكلم. ليلى كانت أغلى ما أملك، وأنت سلبته مني بالفلوس والنفوذ. الحق ما بيموتش يا حسن. وهنا القاضي خبط خبطة بالمطرقة بس بصوت عالي: ها، صمتا احتراما للمحكمة. وبعد مناقشات ومناوشات طويلة انسحب القاضي والمستشارين، وبعدين رجعوا، وأعلن القاضي الحكم النهائي بصوت رسمي وقوي. حكمت المحكمة أولاً ببراءة عبد الحميد علي من تهمة قتل زوجته ويفرج عنه فوراً. ثانياً إدانة حسن المصري بالقتل العمد لليلى عبد المجيد والتزوير في محررات رسمية
ومعاقبته. الناس صرخت. سعيد النمس اللي كان قاعد في الزاوية عيط بصوت عالي من الفرح. أنا كنت واقف مكاني مش عارف أتنفس، كأن الهوا رجع للرئة تاني بعد ما كان ممنوع عليا سنين طويلة. حسيت بالخفة، خفة الروح اللي اتحررت من القيد. وخرجت من الباب الرئيسي للسجن. ما لقيتش عربية بوليس مستنياني، لقيت يوسف وبعض الصحفيين وسعيد النمس اللي بقى راجل جاد. والشمس نورت وشي بقوة. حسيت بالدفى لأول مرة من زمان، نفس الشمس اللي كنت بشوف خيط رفيع منها من شباك زنزانتي الضيق، لكن النهاردة كانت كاملة وحقيقية. أشرقت أخيرا بعد 20 سنة من الضلمة. أول طلب ليا ما كانش للراحة أو للأكل. طلبت من يوسف ياخدني فورا لقبر ليلى حبيبتي. وعند القبر الجو كان هادي. وقفت قدامه ونزلت على ركبتي. كانت الدموع بتنزل مني بغزارة، دموع ما نزلتهاش في السجن لأني كنت خايف إنها تزود ضعفي. براءتي ظهرت يا ليلى، والحق رجع. قولي لهم إني ما قتلتكيش. 20 سنة كانت كفارة عن جريمة ما عملتهاش، بس غيابك يا ليلى، غيابك عمره ما هيتعوض. ولمست القبر بإيدي، وحسيت للحظة إن إيديها بتلمسني، وحسيت إنها سامعة كل كلمة، وابتسامتها في خيالي بتقول: قلتلك اوعى تسيب الحقيقة. وبعد أسابيع استرديت حريتي بشكل كامل. يوسف رتب لي أموري ورجع لي جزء من حياتي. ما فكرتش في الانتقام من حسن المصري، لأن مصيره كان السجن كفاية. كان انتقامي الحقيقي إني فضلت إنسان، ما تحولتش لوحش زيه. الغول بعتلي رسالة من جوه السجن: عيش يا معلم، دي حياتك انت اللي كسبتها. بدأت حياتي الجديدة مدرس تاريخ سابق. ما عنديش كتير، بس عندي كل حاجة: الحرية والكرامة. والحقيقة رجعت. ورجعت للتدريس تاني في مدرسة مسائية صغيرة، بحكي للطلبة عن التاريخ، بس كنت دايما بضيف درسي الخاص: الحقيقة ما بتنتهيش، ممكن تتأخر بس جاية لا محالة. لو اتظلمت وافتكرت ان الظلم بقى قدرك، افضل واقف، اتمسك بالحقيقة كحبل نجاة. ولو اتكسرت لدرجة انك حسيت انك بقيت فتافيت، ما تتجمعش كمان. ارجع لم نفسك، لان كل حتة مكسورة منك هي حتة من درس فريد. لو اتأخرت الحقيقة لدرجة انك فقدت الامل في مجيها، اعرف انها جاية. يمكن بعد سنة، يمكن بعد 10، ويمكن بعد 20، بس هي جاية جاية. استناها على باب نور. والقوة الحقيقية يا سادة مش إنك تنتقم أو تصرخ أو تكسر. القوة إنك تصبر وتفضل إنسان، تحافظ على قلبك نظيف برغم وحل العالم. الحقيقة هي النور اللي مستحيل يتخبى. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. استنوني في قصة جديدة. كانت معكم غادة محمود.